الآثار الحورية في تراث الشرق الأوسط والعالمي. الكاتب الدكتور سوزدار ميدي. الجزء الأول. مدخلة. مر أنه منذ نهاية الألف الثالث قبل الميلاد عرف معظم أسلاف الكرد باسم هوري خوري خوري سوري، نسبة إلى اسم الشمس هور خور سور، ونسبه إلى إله الشمس آهورا آسورا آشورا سورياش. وشاع اسمهم في المصادر العربية بصيغة حوري، والأرجح أنه مقتبس من التراث العبراني، لأنه ورد بهذه الصيغة في الكتاب العبراني المقدس العهد القديم. المرجع العهد القديم، سفر التكوين إصحاح 36 آيات 10 إلى 28، سفر التثنية إصحاح 2 آية 12. ومر أيضا أن الحوريين أقاموا في آسيا الصغرى، وأقاموا أيضا في سوريا بشكل كثيف. وذكر الدكتور أحمد هب أستاذ اللغات السامية في جامعة حلب أن العنصر الحوري كان يشكل آنذاك جزءا لا يستهان به من سكان سوريا بعامة. أحمد هب، تاريخ الشرق القديم، الصفحة 242. وقد أقامت جاليات حورية في فلسطين وجنوب الأردن. يقول جيرنوت في الهلم: جاء الحوريون في حوالي نهاية الألف الثالث قبل الميلاد من المناطق الجبلية الواقعة في شمال شرق ميزوبوتاميا، ثم خضعوا لتأثير الحضارة السومرية الأكادية، ولعبوا دورا مهما في أواسط الألف الثاني قبل الميلاد في نقل هذه الحضارة إلى سوريا وآسيا الصغرى. جيرنوت في الهلم. الحوريون، الصفحة 24. ونستعرض فيما يلي بإيجاز بعض تأثيرات الثقافة الحورية في ثقافات غرب آسيا خاصة، مع الأخذ بالحسبان أن ثقافات غرب آسيا انتقلت بعد من خلال اليهودية والمسيحية والإسلام إلى الشرق الأوسط والعالم. وينبغي أن نأخذ بالحسبان أيضا أن الثقافة الحورية هي في أصلها ثقافة شمسانية، رمزها الأقدس هو الشمس. نماذج من تأثيرات الثقافة الحورية. الإله تيشوب كان كبير آلهة الحوريين، وهو إله المطر والصواعق، وكان موجودا في أوغريت على الساحل السوري، وعرف في سوريا باسم حدد هدد أداد، ويبدو أن هذا الاسم كان صفة له، فهو في الكردية يعني العادل والواهب. كان له معبد ضخم ومشهور في حلب، ولعله المعبد الذي اكتشف في قلعة حلب. المرجع أحمد هب، تاريخ الشرق القديم، الصفحة 242. وكان بعض آلهة البنثيون الحثي حورية الأصل أيضا. المرجع موريس كروزية، تاريخ الحضارات العالم، الجزء الأول، الصفحة 207. جيرنوت في الهلم. الحوريون، تاريخهم وحضارتهم، الصفحة 54. الإله تيشوب بنسخته الحثية. لقب إبليس، شيطان. كانت طقوس التطهير من الشر في الميثولوجيا الحورية يسمى نكش، وهذا الاسم شبيه بالكلمة الكردية نخش، أي مرض مكروه. وكان الكاهن الحوري يأخذ 3 طيور ويحملها خطايا الشعب، ويضحي بها ويرسلها إلى العالم السفلي الجحيم بدلا من الشعب. المراجع جيرنوت في الهلم. الحوريون، الصفحة 133 134. فاضل عبد الواحد علي، كتاب من سومر إلى التوراة، الصفحة 154.
وسميت طقس التطهير عند العبراني بتيس الخطيئة وثور الخطيئة، فكان الكاهن العبراني يحملها خطايا الشعب ويذبحها أو يطلقها في البرية. ثم تحول الطقس إلى كبش الفداء في قصة النبي إبراهيم مع ولده إسحاق بحسب الرواية التوراتية، ويبدو أن طقس نكش هو أصل الاعتقاد بوجود الكائن الشرير أهرمان إبليس في الزردشتية واليهودية والمسيحية والإسلام، ولعل هذا اللقب تحول في التراث المسيحي إلى شيطان، ومنها دخل إلى التراث العربي. والأرجح أن لقب شيطان بحسب النطق المصري الشعبي معدل من اسم إله الشر المصري سيتا قبل المسيحية بالإنكليزية سث. ومعروف أن مصر كانت مهدا لازدهار اللاهوت المسيحي إلى جانب فلسطين وآسيا الصغرى. العهد القديم سفر اللاويين أصحاح 16 آيات 9 إلى 11 21 إلى 22. لقب بك. كان أحد آلهة الحوريين يسمى باكا باغا، وكان اسم الملك الحوري باكو مشتقا من اسم هذا الإله، وكان هذا الإله معروفا أيضا عند الكاشيين أقرباء الحوريين، وأدخل الكاشيون عبادته إلى ميزوبوتاميا باسم الإله بوكاش، وذلك عندما حكموها بين 1531 إلى 1157 قبل الميلاد. ومن اسم هذا الإله جاء اسم مدينة بغداد يساوي بغداد يساوي بغداد، أو بغداد يساوي بغداد أي هبة الإله باكا. وعندما غزا العرب المسلمون العراق في النصف الأول من القرن السابع الميلادي، كانت بغداد قرية تقام فيها سوق، والأرجح أنه بمرور القرون وانحسار الميثولوجيا الحورية تحول اسم الإله باكا في التراث الكردي إلى لقب بك للتعظيم، وشاع في العهد العثماني. مجموعة من الباحثين كاركوك الصفحة 169 هامش 3. آدم أبو البشرية. آدم اسم أحد الآلهة الحورية المرجع، جرنوت فيليهلم الحوريون الصفحة 107. ولا نستبعد أن يكون لاسمه صلة بقصة آدم أبي البشرية. وبحسب الرواية التوراتية فإن منطقة جنة عدن التي خلق الله فيها آدم وحواء تقع في بلاد الحوريين عند منابع نهري دجلة والفرات. فقد جاء في التوراة: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. الأصحاح 2. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير 4 رؤوسا. اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجسر. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي أشور. والنهر الرابع الفرات. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن. العهد القديم سفر التكوين إصحاح 2 آيات 7 إلى 9 15. وقد ورد في الميثولوجيا السومرية أن آلهة أنوناكي احتكروا المناصب السيادية وجعلوا الأعمال المتعبة من نصيب آلهة إيجيجي. وبعد أعوام كثيرة ثار آلهة إيجيجي على إنليل كبير آلهة أنوناكي،
فأمر بخلق كائن بشري للقيام بالأعمال المتعبة بدل آلهة إجيجي، وسمي هذا الكائن الجديد بالسومرية لولو وآدم، واقتبسه العبرانيون بصيغة آدم، ودخل التراث الإسلامي بصيغة آدم، ودللنا سابقا على أن سومري سوبري هوري سوري ينتمون في الأصل إلى جغرافيا وثقافة مشتركة. المراجع: صامويل كريمر من ألواح سومر، الصفحة 191 جيم مارس. الحكم بالسر، الصفحات من 532 إلى 533. حواء أم البشرية. كان للحوريين إلهة تدعى خيبات وهبات أيضا، وهي آلهة الشمس، وزوجها الإله تيشوب، وأصبح اسمها جزءا من أسماء أميرات حوريات ميتانيات، منهن الأميرتان الميتانيتان اللتان تزوجتا فرعونين مصريان، وهن جيلو خيبة وتادو خيبة. وقد ورد اسمها بالصيغة حيبات أو حيوات الإلهة الأم، واعتبرها العبرانيون منذ زمن النبي إبراهيم الأم الكبرى لجميع البشر، وعن طريقهم دخل اسمها إلى التراث الإسلامي بصيغة حواء. جيرنوت فيلهلم الحوريون، الصفحة 107. ويليام لانجر، موسوعة تاريخ العالم، الجزء الأول، الصفحة 62. اسمها يعني الجميلة أتت. هي زوجة الملك أمنحوتب الرابع الذي أصبح لاحقا أخناتون فرعون الأسرة 18 الشهير. دعت شهرة جمالها وحسن مفاتنها، ولا يزال جمالها نابضا بالحياة في الصورة الخالدة لها، وتعتبر هي وكليوباترا وحتشبسوت من اللواتي عرفن بالجمال في عهدهن. توصل العلماء إلى أن أصول الملكة نفرتيتي تنسب إلى أحد الأسر الأجنبية التي كان يعج بها البلاط الملكي، وأكدوا أنها ميتانية الأصل، أي من شمال سوريا، وبالتحديد من محافظة حما. لقب خريست. الصيغة الإنجليزية لكلمة خريست هي كريست، وهي تعني مسيح، أي الممسوح بالزيت المقدس، وكان ذلك من طقوس التعميد في ميثولوجيا معظم شعوب البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في غرب آسيا. وترجع هذه الكلمة إلى الأصل اليوناني كريستوس، وجدير بالذكر أن هذه الكلمة بدلالتها على المسيحية كريستيانيتي، والمسيحيين كريستيان ظهرت لأول مرة في مدينة أنطاكيا، وهي من المدن التي كانت تقع ضمن المناطق التي امتزجت فيها الثقافة الحورية الشمسانية المثرائية بالثقافة الأوروبية الهلينية هيلينيك كلتشر في غرب آسيا. لذا نرجح أن جذور لقب خريستو ترجع إلى اسم هوري خوري، وقد مر أن ميثرا إله الشمس كان من أكبر آلهة الميتانيين، وكان من ألقابه مسيح، أي مخلص البشرية من الخطايا الكبرى. راجع بحثنا بعنوان العلاقة بين الميثرائية والمسيحية. العلاقة بين الميثرائية والمسيحية. الكاتب الدكتور سوزدار ميدي. في سنة 1882 قال العالم الفرنسي إرنست رينان: إذا زالت المسيحية لسبب ما قاهر فإن العالم سيكون ميثرائيا. إن عالما كبيرا مثل رينان لا يقول هكذا كلام عبثا، ويفهم من قوله أن بين المسيحية والميثرائية قواسم مشتركة، وثم باحثون آخرون. وعلى ضوء هذه الحقيقة يتضح سبب بناء الكنائس باتجاه الشرق، وسبب اتجاه المسيحيين إلى الشرق عند الصلاة، ويكون وجه المسيحي المتوفى عند الدفن باتجاه الشرق.
إذ نعد شروق الشمس رمزا للسيد المسيح ونوره. وفي طقوس المعمدانية يتجه الكاهن ومساعده نحو الغرب كرمز إلى رفض الشيطان، ثم يتجهان إلى الشرق لتلاوة قانون الإيمان، ويرمز الانتقال من الغرب إلى الشرق إلى الانتقال من الظلمة إلى النور، ثنائي أهورا مازدا وأهريمان. لقب خوري. الخوري بحسب المصطلح المسيحي هو أسقف القرية، ويكون تابعا لأسقف المدينة، والصيغة اللاتينية لاسم خوري هو خوري، وهي مستعملة في بعض اللغات الأوروبية كالإيطالية والألمانية والفرنسية والإنكليزية والإيرلندية، وجاءت في الروسية بصيغة خوري وتنطق خودي، وجاءت في صربيا بصيغة خوري وتنطق خوري. ويعتقد أن أصل الكلمة يوناني وهو شوري وتنطق خوري، ونرجح أن اليونان أنفسهم صاغوها من اسم الشمس هور خور، والدليل أنه عرب في التصنيف المسيحي الشرقي بصيغة شماس. الكاتب الدكتور سوزدار ميدي، الأربعاء 27 من يناير 2016. إعداد سردار رامان.